السلام عليكم. مرحبا بكم أعزائي الطلبة بمحاضرة جديدة من محاضرات الفصل الأول المتسعة. أعزائي الطلبة، بمحاضرتنا السابقة تكلمنا عن هذا الجدول بالتفصيل، وقلت لكم بأنه هذا الجدول مو حفظ، فهم، ما مطلوب منك أن تحفظه، إذا فهمته تقدر تجاوب عنه. فقط في هذا الجدول القوانين لازم أنت تكون حافظهن، وأيضا فقط أن تكون حافظ هاي الفقرة، وهي لما يقول لك إذا كانت المتسعة متصلة بالمصدر وأنا جيت دخلت مادة عازلة بين صفيحتين المتسعة، بهاي الحالة معناته بأن الفرق الجهد هو اللي راح يكون ثابت. أما إذا كان لك تم فصل المتسعة عن المصدر بعد إدخال عازل، بهاي الحالة شنو معناته؟ بأن الشحنة هي اللي راح تبقى ثابتة. أما بقية الأمور ما مطلوب منك أن تحفظها، افهمها. فقط القوانين تحفظها. زين أعزائي الطلبة، إذن اليوم راح نجي نكمل فهم بقية الجداول. زين، هسه نجي عزيز الطالب إلى ملاحظة جديدة، وهي شوف، يقول لك تأثير نقصان المساحة السطحية المتقابلة لصفيحتي المتسعة على الكميات الفيزيائية. يعني هذا الجدول بيا حالة إذا المساحة السطحية قاعد تقل عندي، يعني A قاعد ينقص عندي. احنا قلنا A شنو يقصد به؟ المساحة السطحية المتقابلة لصفيحتي المتسعة. ذاكرين هذا الأمر أكثر من مرة، أنت لازم تكون هسه أنت فاهم هذا الأمر. أعزائي الطلبة، كثير من الأمور المحاضرات الفاتت كنت أدقق عليها وأدخل عليها بالتفصيل، يعني أوضحها بشكل جدا واسع وعميق. بعد الآن أي شيء أني ذاكره بشكل مفصل ما راح أتعمق بشرحه مرة ثانية، فقط أذكره بشكل سطحي. ليش؟ حتى نختصر الوقت، لأنه أني شارح لك بشكل تفصيلي مسبقا، ما أرجع مرة ثانية أكرر الشرح بشكل معمق. تمام أعزائي الطلبة؟ زين، هسه هذا الجدول يخص يا حالة لما المساحة السطحية يمي تقل أو تنقص المرادف مالها يقل. زين، يعني لما بالسؤال يقول لي المساحة السطحية، يعني المساحة أي قلت أو نقصت. نجي هسه على هذا الجدول نشوف. قلنا عندنا 3 عواميد. العامود الأول فيها الكميات الفيزيائية، السعة والشحنة والمجال الكهربائي، فرق الجهد والطاقة. والعامود الثاني يقول لك المتسعة متصلة بالمصدر، البطارية. العامود الثالث المتسعة مفصولة أو تم فصلها عن المصدر أو البطارية. عزيز الطالب، لاحظ هنا معايا على ملحوظة، وهي هنا ما مذكور شيء اسمه تم إدخال عازل، لا بالعامود الثاني ولا بالثالث. ليش؟ اكو ملاحظة ذكرناها مسبقا، قلنا المساحة أي والبعد D لا يتأثران بالمادة العازلة، يعني أدخل عازل كهربائي أو ما أدخله، المساحة أي والبعد D ما يتأثرون بالعازل الكهربائي. ولهذا السبب هنا عندك بالعمود الثاني ايش مكتوب عندك؟ المتسعة متصلة بالمصدر، ما مكتوب عندك بعد أن تم إدخال عازل. ليش؟ لأنه المساحة أي ما تتأثر بالعازل الكهربائي سواء كان موجود أو غير موجود. فهمت عزيزي الطالب؟ ونفس الشيء بالنسبة للعمود الثالث. هسه نجي نتعرف واحدة واحدة. إذا المساحة أي قاعد تقل عندي، والمتسعة متصلة بالمصدر يعني بالبطارية، شنو راح يصير لأولا؟
للسعة. السعة شنو راح يصير لها بهاي الحالة؟ شلون اعرف السعة شو يصير لها؟ من خلال هذا القانون سي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي. تمام؟ حسب هذا القانون اشوف هو ذاكر لي بانه الاي تقل. تمام لو لا؟ خلي اجي اكتبها هنا بشكل سريع. شوف احنا ماخذين هذا القانون سي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي. تمام؟ وليش هسه بهذا القانون ما اكتب سي كي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي؟ قلنا الكي ما نكتب. ليش؟ لانه لما يذكر لي اي شيء سواء مساحه او بعد، لا المساحه ولا البعد ما يتاثرون بالعازل الكهربائي. تمام؟ فبقوانينهن جميع القوانين اللي مال هذا الجدول ما راح ينكتب بي كي. فهمت عزيزي الطالب؟ زين. هسه حسب هذا القانون اللي امامك هو ذاكر لي يقول لي لما المساحه تقل، يعني شنو؟ الاي قاعد يقل عندي. تمام لو لا عزيزي الطالب؟ خلينا نحط لنا الاي ايش بي قاعد يصير؟ قاعد يقل. تمام؟ انا اريد اعرف السعه شو يصير بي. تمام؟ احنا ذاكرين مسبقا عزيزي الطالب ملاحظه قايلين الابسلون نوت قيمته ثابته، قيمته تساوي 8.85 في 10 اس يمكن سالب 12 هيك كان الرقم. هذا قيمه ثابته، وقلنا ما دام قيمه ثابته اذا ما راح يدخل ضمن الحسابات، اعتبره كانه ما موجود. اذا ما راح اعتبره من ضمن العوامل المتغيره. اذا هسه بهذا القانون كم عندي عامل؟ عندي المتسعه وعندي الاي وعندي انا اريد اعرف السي ايش صاير، ايش قاعد يصير بيه. تمام؟ وهو منطيني معلومه، هذا معلوم عن المساحه قايل لي قاعد يقل. زين ايش بقى لي؟ بقى لي البعد دي. اقول لك عزيزي الطالب في المحاضره السابقه ذكرت لك ملاحظه، قلت لك لما ما يذكر لي اي شيء عن البعد انا راح افرضه من عندي ثابت. لما ما يذكر لي اي شيء عن البعد عن غير شيء اعتبره ثابت. تمام لو لا؟ اذا هسه عندي واحد انا اريد اعرفه، الثاني معلوم، الثالث ثابت. اذا اقدر بهاي الحاله اني اسوي علاقه ما بين السعه والاي. توفر عندي الشرط اسوي علاقه ما بين السعه والمساحه وعندي البعد ثابت، واحد منهم يعني البعد ثابت. تمام؟ اتوفر عندي الشرط. زين العلاقه شنو ما بين السعه والاي؟ العلاقه راح تكون طرديه. ليش طرديه؟ لانه انت قاعد تشوف بعينك عزيزي الطالب السعه صايره هنا بالبسط والمساحه ايضا بالبسط. تمام؟ المساحه قاعده تقل، بما ان المساحه قاعده تقل اذا السعه ايضا راح تقل لان العلاقه بيناتهم طرديه. فهمت؟ اذا يقول لك السعه شو يصير بي؟ السعه راح تقل. ليش تقل؟ حسب هذا القانون يقول لك لان المساحه يتناسب طرديا مع السعه وبثبوت البعد. البعد ثابت. ليش دي ثابت؟ لانه ما ذاكر لي شيء عنه، اي معلومه ما ذاكر لي عنها، وذلك وفقا للعلاقه. هذا فهمنا. هسه نجي على الشحنه. الشحنه شو يصير بي؟ شلون اعرف الشحنه شو يصير بي؟ اعرف الشحنه شو يصير بي من خلال هذا القانون، اكتب السي شي يساوي لي كيو على دلتا بي. زين عزيزي الطالب خلينا نجي هسه ايضا بشكل سريع نتعرف عليه من هنا. ثواني. زين اعزائي الطلبه الشحنه اعرف شنو قاعد يصير بي من خلال هذا القانون، السي شي يساوي لي كيو على دلتا بي. تمام؟ اني اريد اعرف الكيو شو يصير بي. تمام؟ بقالي اثنين، لازم واحده منهن تكون معلومه والثانيه تكون ثابته. زين هو حسب الجدول الفوق ذاكر لي بان المتسعه متصله بالبطاريه او المصدر. اذا هاي المعلومه شنو معناتها؟ معناته هذا ثابت، دلتا بي ثابت. ثم لانه احنا مسبقا اخذنا هاي الملاحظه لما البطاريه تبقى متصله بالمصدر معناته دلتا بي ثابت. زين هسه دلتا بي ثابت لازم السعه تكون معلومه. خلي ادور
اي صحيح، انا هسه قبل هذا قبل الشحنة اخذت السعة، السعة عرفت تقل من خلال هذا القانون، اذا السعة تقل. اذا هسه اقدر اسوي علاقة ما بين السعة والشحنة. شنو العلاقة ما بين السعة والشحنة؟ شنو راح تكون؟ العلاقة طردية. ليش طردية؟ لأن السعة هنا بالبسط والشحنة أيضا بالبسط، إذا سي راح يتناسب لي طرديا مع كيو، بما معناه السعة شنو قاعد يصير به؟ السعة تقل، إذا الكيو أيضا راح يقل. ليش راح يقل؟ لأن العلاقة طردية ما بين السعة والشحنة. فهمت؟ قاعد يقول لك الشحنة شو يصير بي؟ تقل. ليش تقل؟ لأن السعة قلت فوق قلت، تمام؟ التناسب طردي بينهما، يقول لك بثبوت فرق الجهد، وذلك وفقا للعلاقة. هذا أيضا أنت فهمته، تمام؟ فرق الجهد شو يصير بي عزيز الطالب؟ مباشرة هو ما دام قال لي بالعمود الثاني المتسعة متصلة بالمصدر، يعني بعدها مرتبطة بي، مباشرة أقول فرق الجهد يبقى ثابت لأن المتسعة لا زالت متصلة بالمصدر. المجال الكهربائي شو يصير بي؟ أعرفه من خلال هذا القانون، إي شي يساوي لي دلتا في على بي. أجي أكتبه لكم هسه، ثواني بس خليه يمسح مني. زين عسى الطلبة، المجال الكهربائي شلون أعرفه قاعد يصير بي؟ إي من خلال هذا القانون، إي يساوي لي دلتا في على بي، تمام؟ زين، هسه عندي 3 عوامل أو 3 كميات، خلينا نقول انا اريد اعرف الايش قاعد يصير بي، تمام لو لا؟ ايش بقى لي؟ بقى لي الدلتا في والدي، لازم واحده منهن تكون ثابته والثانيه معلومه. شنو المعلوم عندي؟ عندي الدلتا في معلوم. ليش؟ هو قال لي قبل شويه، قبلها استخرجته هنا، تمام؟ وايضا هو قلنا من وين استخرجته؟ هو قال لي المتسعه متصله بالمصدر، تمام لو لا؟ اذا الدلتا في بما انه هذا ثابت، زين زين، الدي هل هو ذاكر لي شيء عن البعد؟ كل شيء ما ذاكر لي، اذا هذا ايضا راح يكون ثابت. قلنا اي شيء لما ما يذكر عنه معلومه راح افرضه ثابت، زين؟ اذا عندي هسه هيك صار الاي يساوي لي صار ثابت على ثابت، تمام؟ واحنا ماخذين ملاحظه قلنا ثابت على ثابت معناته بانه اي ايضا راح يبقى ثابت. هاي الملاحظة أني أنطيكم إياها. شوف المجال الكهربائي شو يكون به؟ يقول لك ثابت. ليش؟ حسب هذا القانون يقول لك لثبوت فرق الجهد دلتا في ثابت والبعد أيضا ثابت. ليش البعد ثابت؟ لأن البعد كل شيء ما ذاكر عنه، وفرق الجهد ثابت لأنه قايل لي المتسعة متصلة بعدها بالمصدر. ومن خلال هاي الملاحظة عزيزي الطالب قلنا ثابت على ثابت، الإي راح يبقى لي ثابت. زين. هسه نجي على اخر وحده، الطاقه المختزنه. الطاقه المختزنه شنو راح يصير بيه؟ شلون اعرف؟ اعرفها من خلال هذا القانون، بي يساوي لي نصف كيو في دلتا في. خلي اجي ايضا اكتب لكم اياه. شوف عزيزي الطالب، البي يعني الطاقه المختزنه يساوي لي نصف كيو في دلتا في. من خلال هذا القانون اعرف الطاقه المختزنه شو يصير. النصف اعتبره كانه ما موجود. ليش؟ لانه رقم ثابت، تمام؟ معلوم. اذا وانا اريد اعرف الطاقه المختزنه هو شنو قاعد يصير بي. ايش بقى لي؟ بقى لي الشحنه والدلتا في. ما دام بقى لي الشحنه والدلتا في لازم وحده منهن يكون ثابت والثاني منطيني عنه معلومه، يعني واحد لازم يكون ثابت والثاني معلوم. زين، ياهو عندي المعلوم هنا عزيزي الطالب، تمام؟ الشحنه معلومه لانه مسبقا قبل شويه اذا نرجع نلاحظ، تمام؟ شوف الشحنه شنو طلعت عندي؟ الشحنه طلعت عندي تقل قبل شويه، تمام لو لا؟ اذا بما انه تقل هذا السهم ماله يعني راح اسوي بما معناه يقل، يعني اذا الشحنه معلومه، تمام؟ زين،
فرق الجهد ثابت. ليش فرق الجهد ثابت؟ قايل لي هو المتسعة لا زالت متصلة بالمصدر. هنا تلاحظ. إذا هسه أقدر بهاي الحالة إذا أسوي علاقة ما بين البي إي والكيو. زين عزيز الطالب، شنو العلاقة بيناتهم؟ هل العلاقة طردية أم عكسية؟ البي إي بالبسط والكيو أيضا بالبسط، إذا العلاقة ما بيناتهم هي علاقة طردية. زين، إذا بي إي راح يتناسب لي طرديا مع كيو. إذا بما أنه الكيو إيش بيها؟ الكيو قاعد تقل، تمام؟ إذا بالنتيجة البي إي شنو راح يكون؟ شنو راح يصير بيه؟ أيضا راح يقل. فهمت عزيز الطالب؟ يقول لك الطاقة المختزنة تقل. ليش تقل؟ حسب هاي العلاقة هو كاتب، يقول لك بسبب نقصان الشحنة الكيو قاعد تقل عندي وثبوت فرق الجهد، ويقول لك فرق الجهد ثابت. فهمت عزيز الطالب؟ إذا كملنا هسه هذا العمود الثاني، العمود اللي نقول إذا كانت المساحة تقل عندي وكانت المتسعة متصلة بالمصدر. اخذوا لكم ريست صغير وراح نكمل بعد. زين طلاب، هسه بعد ما اخذتوا استراحة قصيرة هسه راح نجي نتعرف على العمود الثالث، وهي إذا كانت المساحة تقل عندي وكانت المتسعة مفصولة أو تم فصلها عن المصدر، يعني عن البطارية، شنو اللي راح يصير للسعة وللشحنة ولبقية الكميات الفيزيائية؟ أول شيء السعة شنو راح يصير بها؟ شلون أعرف؟ من خلال هذا القانون، سي يساوي إبسلون نوت في أي على بي. نفس الشيء، بما أنه المساحة قاعد تقل عندي، تمام، وهو كل شيء مذاكر لي عن البعد، بما أنه كل شيء مذاكر لي عن البعد إذا راح أعتبره ثابت، والأبسلون نوت ما راح أدخله ضمن الحسابات لأنه قيمته ثابتة 8.85 في 10 تصور قلنا سالب 12. تمام، احنا ضمن الشرحيات ماخذين هاي المعلومات. إذا دي ثابت، تمام، والمساحة أي تشبيهها هو قاعد يقول لي إذا المساحة أي تقل. إذا أنا توفر عندي هسه الشروط، أنا أريد أعرف السي شي يصير بي، تمام، ومقابل الأي ومقابل بي لازم واحدة منهم تكون ثابتة والثانية معلومة. المساحة أي معلومة والبعد بي ثابت. إذا هسه أقدر أسوي علاقة ما بين السي والأي، ما بين سعة المتسع والمساحة. شنو العلاقة بيناتهم؟ طردية لو عكسية؟ العلاقة ما بين سعة المتسعة والمساحة أي، العلاقة بيناتهم طردية. ليش؟ لأنه سعة المتسعة صايرة بالبسط، المساحة أي أيضا صايرة بالبسط. قلنا شلون السعة صايرة بالبسط؟ قلنا أي عنصر أو أي كمية ما موجود إلا مقام معناته مقامه واحد. تمام أعزائي الطلبة؟ زين، المساحة قاعدة تقل، إذا السعة أيضا راح تقل. إذا السعة قاعدة، هذا عرفنا. الشحنة شو يصير بيه عزيز الطالب؟ هو ما دام قال لي المتسعة مفصولة أو تم فصلها عن المصدر، إذا الشحنة راح تبقى ثابتة. الشحنة ايش بيها؟ راح تبقى ثابتة. ليش؟ لأن المتسعة مفصولة عن المصدر. فرق الجهد الكهربائي شنو راح يصير بيه عزيز الطالب؟ شلون أعرف؟ من خلال هذا القانون، سي يساوي لي يو على دلتا في. زين، هسه خلي نشوف فرق الجهد بالمتر. فرق الجهد شلون أعرف شنو يصير بيه؟ من خلال هذا القانون، سي يساوي لي يو على دلتا في. خلينا نجي نشوف. أنا أريد أعرف دلتا في شو يصير بيه، تمام لو لا؟ أنا أريد أعرف الدلتا في شنو يصير بيه، تمام؟ إذا بقالي شنو؟ بقالي سعة المتسع وبقالي الكيو، تمام؟ وحدة منهن لازم تكون ثابتة والثانية معلومة. زين، الشحنة الكيو هي الثابتة. ليش ثابتة؟ لأنه قايل لي المتسعة تم فصلها عن المصدر. إذا بما أن الكيو ثابت وأنا أريد أعرف الدلتا في شو يصير بيه، إذا لازم يكون عندي سعة المتسعة تشبيها معلومة، وفعلا سعة المتسعة معلومة. قبل شوية أنا
استخرجت أول شيء ساعة المتسعة كامل. زين هنا هسه ركز معايا، هذا اللي اكتب لك اياه بيدي. شوف قلنا نعرف شو يصير بفرق حدود من خلال هذا القانون، سي يساوي كيو على دلتا. تمام، انا اريد اعرف دلتا بي شو يصير بيه، لازم وحده منهم ثابته، يا هو الثابت كيو ثابت، لانه هو قال لي متسعة تنفصل عن المنطقة. لازم سي يكون معلوم فعلا. قبل شوي انا عرفت ان الساعة المتسعة قاعد تقل، فاول شيء استخرجنا هذا. تمام، الساعة المتسعة ولا تقل. زين هسه راح نجي، اذا توفر عندي الاركان. انا اريد اعرف دلتا بي شو يصير بيه، وحده ثابته والثانيه معلومه. اذا راح اقدر بهاي الحاله اسوي علاقه ما بين المعلوم والمجهول. المعلوم يا هو سعه المتسعه، والمجهول هو فرق الجهد. انا اريد اعرف شنو قاعد يصير. عزيزي الطالب، هسه لو تجي تلاحظ بعينك سعه المتسعه هنا صاير عندي بالبسط، وفرق الجهد صاير عندي بالمقام. اذا ما دام وحده منهم بالبسط الثانيه بالمقام، هذا معناه بان سعه المتسعه يتناسب عكسيا مع فرق الجهد. شنو معناته عكسيا؟ انا ذاكر لك اياه مسبقا هاي الملاحظه. يعني اذا وحده تزداد الثانيه تقل، يعني اذا السعه قاعده تزداد فرق الجهد راح يقل، والعكس صحيح. هسه هنا ضمن المعطيات المعلومه سعه المتسعه احنا نعرفها قاعد يقل، اذا فرق الجهد شنو راح يصير به؟ راح يزداد. ليش؟ لان العلاقه عكسيه ما بين السعه وفرق الجهد. لثبوت شنو لازم تكتب؟ بثبوت الشحنه. زين هيانا فرق الجهد راح يزداد. ليش يزداد؟ لان السعه قلت وبثبوت الشحنه وفقا للعلاقه الاتيه. المجال الكهربائي شنو راح يصير به؟ زين المجال الكهربائي هسه نجي شو يصير به؟ شلون اعرفه شنو يصير به؟ اعرفه من خلال هذا القانون، اي يساوي للدلتا في على في. تمام، ايضا انا اريد اعرف الاي شنو قاعد يصير به. تمام لو لا؟ بقال الدلتا في وبقال دي، لازم واحده منهن تكون ثابته والثانيه معلومه. زين يا هو الثابت يا المعلوم. خلي اجي، هل انا عندي معلومه عن فرق الجهد؟ مسبقا احنا لاقينا ايه، هسه هذا لقيناه هنا فرق الجهد. تمام، فرق الجهد عرفنا بان فرق الجهد قاعد يزداد، اذا الدلتا في هو المعلوم. اذا هسه نجي الدي، هل ذاكر لنا شيء عن الدي؟ تمام، كل شيء ما مذكور عن الدي اذا راح اعتبره ثابت. اذا بما انه الدي ثابت، اذا انا راح اقدر اسوي علاقه ما بين المجهول اللي عندي وهو اللي انا اريد اعرفه وهو المجال الكهربائي، وما بين المعلوم وهو فرق الجهد. زين شنو العلاقه بيناتهم؟ الاي صاير بالبسط والدلتا في صاير بالبسط، اذا العلاقه بيناتهم طرديه. العلاقه طرديه معناتها بانه اذا فرق الجهد يزداد اذا المجال الكهربائي راح يزداد. زين خلينا نشوف فرق الجهد ايش بيه؟ فرق الجهد يزداد، بما ان فرق الجهد يزداد اذا المجال الكهربائي ايضا راح يزداد. قاعد تشوف يقول لك مجال الكهربائي يزداد بسبب ازدياد فرق الجهد. تمام، وثبوت البعد. كملنا هذا ايضا. هسه نجي للطاقه المختزنه. الطاقه المختزنه شلون اعرفها ايش قاعد يصير فيه؟ من خلال هذا القانون. انا اريد اعرف البي اي شنو قاعد يصير به. تمام، بقالي فرق الجهد وبقالي الشحنه. تمام، واحده منهن لازم تكون ثابته والثانيه معلومه. ياهو المعلوم فرق الجهد معلوم، هنا وجدنا قاعد يزداد. والشحنه، الشحنه شنو؟ لازم تكون ثابته. وفعلا شلون ثابته؟ هو اصلا قال لي متسعه مفصوله او تم فصلها عن المصدر، واحنا ماخذين هاي الملاحظه لما يقول لنا هذا الشيء اذا الكيو ثابت. بما ان الكيو ثابت اذا اقدر اسوي علاقه ما بين فرق الجهد والبي. زين شنو العلاقه ما بين فرق الجهد؟ ما بين فرق الجهد والطاقه المختزنه، العلاقه بيناتهم طرديه. ليش؟ هذا صاير بالبسط وايضا هذا هم صاير بالبسط. تمام، يعني علاقه بيناتهم طرديه، يعني اذا فرق الجهد يزداد الطاقه المختزنه راح تزداد، اذا فرق الجهد يقل الطاقه المختزنه راح تقل. فرق الجهد ايش بيه؟ قاعد يزداد. شلون عرفت يزداد؟ من هنا، بما انه فرق الجهد يزداد اذا الطاقه المختزنه ايضا راح تزداد. شوف يقول لك تزداد بسبب ازدياد فرق الجهد
ودائما لازم تذكر هذا وبثبوت الشحنة، والثابت تذكره أيضا وبثبوت فلان. فهمت؟ زين، هسه هذا الجدول كملنا يا حالة إذا كان عندنا المساحة تقل. زين، هسه نجي على الجدول اللي بعده، ناخذ ريست لو مرة ناخذ. اخذوا لكم استراحة قصيرة مدة 3 دقائق، وراها راح اشرح لكم هذا الجدول. ماشي؟ زين طلاب، هسه بعد ما اخذتوا ايضا استراحة قصيرة، هسه نجي على هذا الجدول. هالمرة يقول لك شنو اللي راح يصير للكميات الفيزيائية إذا المساحة زادت. هسه بالجدول السابق إذا المساحة كانت تقل عندي، هالمرة بالعكس، إذا المساحة زادت عندي شنو راح يصير للكميات الفيزيائية. بحالتين، الحالة الأولى إذا المتسعة متصلة بالمصدر يعني ما انفصلت عن البطارية، والحالة الثانية إذا المتسعة مفصولة. خلينا نجي على وحدة وحدة. إذا كانت المساحة تزداد عندي وكانت المتسعة بعدها متصلة بالمصدر يعني بالبطارية، شنو اللي راح يصير للسعة؟ خلينا نجي نتعرف واحدة وحدة. السعة شلون أعرف شو يصير بي؟ من خلال هذا القانون. تمام؟ أبسلون نوت في أي على دي. الأبسلون نوت ما أدخله ضمن الحسابات لأنه ثابت، قيمته ثابتة، وتعرفون قيمته 8.85، إذا ما يدخل ضمن الحسابات. أنا أريد أعرف السعة شنو يصير بي. بقالي شنو؟ بقالي المساحة والبعد، واحدة منهن لازم تكون ثابتة والثانية معلومة. شنو المعلوم عندي؟ المساحة، هو يقول لي قاعد تزداد. زين، هذا معلوم. البعد شنو يصير بي؟ البعد ما ذاكر لي كل شيء عنه، إذا ثابت. زين، إذا بما أنه هذا ثابت وهذا معلوم، إذا راح أقدر أسوي علاقة ما بين سعة المتسعة وما بين المساحة. شنو العلاقة بيناتهم؟ طردية أم عكسية؟ سعة المتسعة صايرة هنا يعني أيضا بالبسط، والمساحة أيضا بالبسط. تمام؟ إذا العلاقة طردية ما بيناتهم. تمام؟ خليني أكتبها هنا. إذا العلاقة طردية ما بين السعة والمساحة. المساحة هو قاعد يقول لي تزداد، بما معناه السعة أيضا راح تزداد. وبثبوت شنو لازم عزيزي الطالب أذكر؟ هنا بهاي الحالة ما يحتاج أن تذكر وبثبوت الوعد، أو اذكر عزيزي الطالب ما يخالف. ما دام أنت كاتب القانون يفضل أن تذكر، وتذكر هذا هم وبثبوت الأبسلون نوت لأنه يعتبر من الثوابت، ما يخالف. أيضا وبثبوت البعد، وهذا اكتبه. زين، الشحنة شنو يصير به؟ الشحنة شلون أعرفه؟ من خلال هذا القانون. سي يساوي لك كيو على دلتا. السي أنا عرفته قاعد يزداد هسه قبل شوية. أنا أريد أعرف الشحنة شنو يصير به. الدلتا في إيش بيها؟ الدلتا في ثابتة. شلون عرفته ثابت؟ هو قايل المتسعة متصلة بالمصدر. تمام؟ إذا بما أنه دلتا في ثابت، زين، إذا أقدر أسوي علاقة ما بين الشحنة وسعة المتسعة. بما أنه سعة المتسعة قاعد تزداد، تمام، إذا الشحنة أيضا راح تزداد. ليش؟ لأن العلاقة طردية بيناتهم. سعة المتسعة صايرة هنا بالبسط والشحنة أيضا بالبسط. تمام؟ إذا سعة المتسعة يتناسب طرديا مع الشحنة بثبوت شنو؟ بثبوت فرق الجهد. إذا الشحنة أيضا راح تزداد. فرق الجهد راح يبقى ثابت. ليش؟ لأنه هو قاعد المتسعة متصلة بالمصدر. عزيز الطالب، قاعد أشرح لك هسه هذني بشكل سريع. ليش؟ لأني مسبقا في الجداول السابقة اتعمقت بها، فهسه أنت الفكرة صارت واضحة عندك، فما يحتاج أيضا همين أعمق بالشرح. المجال الكهربائي شو يصير بي؟ المجال الكهربائي أعرفه من خلال هذا القانون، E يساوي لي دلتا في على دي. شلون؟ من خلال هذا القانون يساوي لي دلتا في على دي. فرق الجهد هذا ثابت. تمام، أنا أريد أعرف المجال شو يصير بيه. زين، إذا الثالث لازم يكون معلوم. هو كل شيء ما ذاكر لي عن البعد، إذا أيضا راح يكون ثابت. تمام، زين، احنا ماخذين إي لما يساوي لي ثابت على ثابت،
اذا ايضا التي الاي عفوا ايضا راح يكون عندي ثابت. تمام؟ قاعد تشوف يقول لك ثابت لثبوت فرق الجهد والبعد. البعد ليش ثابت؟ لانه كل شيء ما ذاكر لي عنه. فرق الجهد لانه قايل المتسعه متصله بالمصدر. زين، الطاقه المختزنه شو يصير بي عزيز الطالب؟ اعرفه من خلال هذا القانون. بهذا القانون النصب قلنا ما يدخل ضمن الحسابات لانه قيمه ثابته، اذا ايش بقى لي؟ دلتا في وكيو. تمام؟ الدلتا في هو ثابت. تمام؟ اذا لازم هسه الكيو يكون عندي معلوم، وفعلا الكيو هنا قايل لي قاعد تزداد. اذا بما انه الكيو معلومه، اذا اقدر اسوي علاقه ما بين البي اي الطاقه المختزنه والكيو. العلاقه شنو بيناتهم؟ طرديه. لو عكسيه العلاقه طرديه. ليش؟ البي اي هنا والكيو هنا، وسط ووسط. الكيو ايش بيها؟ قاعد تزداد. بما ان الكيو تزداد اذا بي اي ايضا راح يزداد. ليش؟ قلنا لان العلاقه طرديه بيناتهم. هسه كملنا هاي الحاله اذا كانت المتسعه متصله بالبطانيه. هسه راح نجي هالمره على هذا العامود. تمام؟ بهذا العامود هالمره شو يقول لي؟ شنو اللي راح يصير للمساحه اذا المساحه ازدادت والمتسعه كانت مفصوله او تم فصلها عن المصدر عن البطاريه. خلينا نجي نشوف وحده وحده شو يصير بها. السعه شو يصير بها؟ حسب هذا القانون اعرف السعه شو يصير بها. المساحه ايش بيها؟ المساحه قاعده تزداد. تمام لو لا؟ البعد كل شيء ما ذاكر لي عنه. تمام؟ اذا البعد ثابت. ابسلون نوت قلنا يعتبر من الثوابت ما يدخل بالحسابات. اذا اقدر اسوي علاقه ما بين السي والاي. شنو العلاقه بيناتهم؟ طرديه. هذا للوسط وهذا من بالوسط. الاي بما انه يزداد اذا ساعه 9 ايضا راح قاعد لها. الشحنه شو يصير به؟ هو قال المتسعه مفصوله وتم فصلها عن المصدر، اذا الشحنه راح تبقى ثابته. لان المتسعه مفصوله او تم فصلها عن المصدر. زين؟ فرق الجهد شو يصير به؟ اعرفه من خلال هذا القانون. سي يساوي كيو على دلتا. بما ان الكيو ثابت. تمام؟ هسه قبل شوي عرفته. والدلتا في هو اني اريد اعرف الدلتا في شو يصير به. السعه هل معلومه عندي؟ اي السعه قبل شوي اكتشفتها. خليني ارجع اكتب هذا. شوف عندي هذا القانون سي يساوي دلتا في على. انا اريد اعرف شنو؟ يا اللي اريد اعرفه. اريد اعرف فرق الجهد شو يصير به. القانون سي يساوي كيو على دلتا في. أنا أريد أعرف دلتا في شو يصير بي. تمام؟ لازم بقال الكيو بقال السعة، لازم واحدة تكون ثابتة والثانية معلومة. ياها المعلومة السعة معلومة. السعة ايش بيها؟ أول حالة أخذناها السعة طلعت عندنا تزداد. تمام؟ الشحنة ثابتة. ليش ثابتة؟ لأنه قال المتسعة مفصولة على المصدر. إذا بهاي الحالة بما أنه كيو ثابت دلتا في أنا أريد أوجده والسعة معلومة، إذا أقدر أسوي علاقة ما بين الدلتا في وسعة المتسعة. شنو العلاقة بيناتهم؟ قاعد ألاحظ أن السعة بالبسط والدلتا في بالمقام، إذا العلاقة عكسية بيناتهم. إذا سي يتناسب عكسيا مع دلتا في. بما معناه بما أن سعة المتسعة تزداد إذا فرق الجهد راح يطلع. يعني تلاحظ يقول لك فرق الجهد يقل لأن السعة زادت والجهد الشيء. زين، المجال الكهربائي شو يصير به؟ أعرف من خلال هذا القانون يساوي دلتا في على الدلتا في طلع عندي هسه يقل. تمام؟ الدلتا في يقل. هسه هنا عزيز الطالب ركز معايا. شوف عزيز الطالب، اريد اعرف المجال الكهربائي شو يصير به من خلال يا قانون من خلال هذا القانون دلتا في على. ركز معايا زين. انا اريد اعرف الاي شو يصير به. تمام؟ ايش بقالي؟ بقالي فرق الجهد والبعد. تمام لو لا؟ البعد هل هو ذاكر لي شيء عنه؟ لا. بما انه كل شيء ما ذاكر لي عنه
إذا هذا ثابت. تمام. الفرق الجهد ايش فيه عزيزي الطالب؟ هل عندي معلومة عنه؟ ايه عندي معلومة عنه. شنو المعلومة مالتي قبل شوي؟ قلنا تقل. تمام. إذا فرق الجهد يقل. زين، بما أنه أنا أريد أعرف الإي والدي ثابت، دلتا في معلوم، إذا أنا أقدر أسوي علاقة ما بين الإي وما بين فرق الجهد. زين، شنو العلاقة ما بين الإي وما بين فرق الجهد؟ يقول لك العلاقة طردية. ليش؟ الإي صاير بالبسط والدلتا في أيضا صاير بالبسط. العلاقة الطردية بما أنه فرق الجهد قاعد يقل عندي، إذا بما معناه نتيجة لذلك المجال الكهربائي أيضا راح يقل عندي. قاعد تلاحظ يقول لك المجال الكهربائي شو يصير فيه؟ يقول لك يقل بسبب نقصان فرق الجهد قاعد يقل وبثبوت البعد. البعد ثابت. شفت؟ زين، الطاقة المختزنة هسه نعرف الطاقة المختزنة شو يصير فيه من خلال هذا القانون مباشرة. عزيزي الطالب، الدلتا في ايش بيه اكتشفنا بان الدلتا في قاعد يقل من هنا، عرفنا قبل شوي. تمام. الكيو ايش بيها؟ الكيو ثابته لانه المتسعه هو قايل لك المتسعه مفصوله او تم فصلها عن الموضوع. انا اريد اعرف البي اي شو يصير فيه. تمام. النصف ما يدخل بالحسابات، قلنا لانه ثابت، بالتالي الدلتا في والكيو لازم واحده تكون ثابته والثانيه معلومه. ياهو المعلوم الدلتا في عندي معلوم قاعد يقول لي يقل، ياهو الثابت الكيو ثابت لانه قال لي المتسعه مفصوله او تم فصلها عن الموضوع. زين، اذا بما معناه بهاي الحاله البي اي راح يتناسب لي طرديا مع الدلتا في. ليش؟ البي صاير بالبسط والدلتا في صاير بالبسط. تناسب طردي معناته بما ان الدلتا في راح يقل اذا البي ايضا راح يقل. فهمت عزيزي الطالب؟ شوف، تقل بسبب نقصان فرق الجهد وثبوت الشحنه. دائما الثابت ايضا تذكر عزيزي الطالب، ما تنسى. هسه عرفت هذا الجدول شلون صار ايضا؟ شفت عزيزي الطالب؟ كله فهم، ماكو شيء اسمه حفظ. تمام. فقط الحفظ اللي مطلوب منك القوانين تحفظهن. تمام. وتعرف اذا كانت المتسعه متصله بالمصدر فرق الجهد ثابت، اذا كانت المتسعه مفصوله او تم فصلها عن المصدر الشحنه ثابته. زين، هسه اخذوا استراحه قصيره حتى نتعرف على الجدول اللي بعده. زين طلاب، هسه بعد ما اخذتوا ايضا استراحه، تمام، هسه راح نجي بقانا جدولين بس هذا الجداول الاثنين هسه نجي ايضا نتعرف عليهم. هسه بهذا الجدول اذا كان يقول لك اذا البعد قاعد يقل عندي، البعد عزيز الطالب هو يقصد البعد ما بين صفيحتي المتسعه. يعني هو يا اما يقول لك، خلي اكتب لك اياه احسن. شوف عزيز الطالب، لما يقول لك قل البعد، تمام، مرادف ماله تقريب. يعني معناته شنو؟ صفيحتين المتسعة واحدة صارت أقرب من الثانية. يعني بالبداية كان البعد ما بين صفيحتين المتسعة هيجي، لما يقول لك قل البعد أو تقريب معناته بأن البعد بيناتهم هالقد صار. تمام. يعني البعد ما بين الصفائح الاثنين قلت. فهمت عزيزي الطالب؟ أو بالعكس لما يقول لك زاد البعد، يعني كانت أو المرادف إلى زاد البعد شو يسمونه؟ إبعاد. تم إبعاد صفيحتي المتسعة عن بعضهم. تمام. يعني خلينا نقول كانت المسافة ما بين الصفيحتين هالقد، وراها هالقد صارت. تمام. هذا يسمونه البعد ما بين صفيحتين المتسعة. فهمت عزيزي الطالب؟ زين. هنا بهذا الجدول يقول لك إذا البعد بين صفيحتين المتسعة إذا قاعد تقل أو تنقص، تمام، وكانت المتسعة متصلة بالمصدر أو البطارية، شنو اللي راح يصير للكميات الفيزيائية؟ ركز، إذا البعد قاعد يقل عندي بين صفيحتين المتسعة والمتسعة متصلة بالمصدر، شنو اللي راح يصير للسعة؟ شلون أعرف؟ أعرف من خلال هذا القانون. سي يساوي لي أبسلون نوت في أي على دي.
قلنا الابسلون نوت، خلي اجي اكتبه بشكل سريع لك. السي يساوي لي ابسلون نوت في اي علاتي. الابسلون نوت ما راح ادخله ضمن الحسابات، او هو ثابت. تمام، هذا ثابت، هذا ثابت قيمته معلومه. تمام، ايش بقالي؟ بقالي الاي وبقالي البعد. زين، انا اريد اعرف الساعه شو يصير بي. لازم واحده منها الاثنين، يعني من ما بين الاي والبعد واحده تكون ثابته والثانيه معلومه. تمام لو لا؟ زين، ياهو المعلوم عزيز الطالب، المعلوم هو البعد. هو ذاكر لي البعد. ايش قاعد يقول لي؟ قاعد يقول لي البعد قاعد يقل، اذا هذا معلوم. تمام، هو ايش قاعد يقول لك هنا فوق عزيز الطالب؟ تاثير نقصان البعد، يعني شنو؟ البعد قاعد يقل عندي. تمام، اذا معلوم. زين، هل هو ذاكر لي شيء عن المساحه؟ اقول لك لا، كل شيء ما ذاكر لي عن المساحه. بما انه ما ذاكر لي كل شيء عن المساحه، اذا المساحه ثابته. اذا زين، انا اريد اعرف الساعه شو يصير بي. عندي معلوم بثابت، اذا هسه اقدر اسوي علاقه ما بين سعه المتسعه والبعد. شنو العلاقه ما بين سعه المتسعه والبعد؟ قاعد تلاحظ هنا عزيز الطالب السعه صايره بالبسط، والبعد هنا صاير عندي بالمقام. زين، السعه بالبسط، البعد بالمقام، يعني العلاقه شنو بيناتهم؟ اذا العلاقه عكسيه. شنو العلاقه عكسيه؟ يعني اذا البعد يزداد السعه تقل، والعكس صحيح، اذا البعد يقل السعه تزداد. هنا البعد قاعد يقل عندي، اذا السعه شنو راح يصير بيه؟ اذا السعه راح تزداد. قاعد تلاحظ السعه تزداد، وبثبوت شنو؟ عفوا هنا كان السعه تزداد، وبثبوت شنو لازم اكتب؟ بثبوت المساحه. تمام، وهذا السماحيه النسبيه. زين، هسه عرفنا هذا. الشحنه شو يصير بيه من خلال هذا القانون؟ كيو يساوي لي، عفوا سي يساوي لي كيو على دلتا في. انا عرفت ان السعه تزداد. تمام لو لا؟ بقى لي كيو على دلتا في، لازم واحد ثابت والثاني معلوم. ياهو الثابت عزيز الطالب، انا اريد اعرف الكيو شنو قاعد يصير بيه. تمام، الدلتا في هو الثابت. ليش هو الثابت؟ لانه هو ذا كله متسعه متصله بالمصدر. زين، انا اريد اعرف الكيو شو يصير بيه، والسعه منطيني والدلتا في ثابت، اذا اقدر اسوي علاقه ما بين سعه المتسعه والكيو. زين، شنو العلاقه ما بين سعه المتسعه والكيو؟ العلاقه طرديه. ليش؟ لان السعه بالبسط والكيو ايضا بالبسط. زين، بما انه السعه قاعد تزداد، من هنا انا تعرفت، اذا بما معناه الكيو ايضا راح يزداد، لان العلاقه طرديه ما بين السعه وما بين الشحنه وفقا لهاي العلاقه وبثبوت دلتا في. زين، فهمت عزيزي الطالب؟ فرق الجهد شو يصير بيه؟ قلنا يبقى ثابت لان المتسعه فقط متصله بالمصدر. المجال الكهربائي شو يصير بيه؟ اعرفه من خلال هذا القانون، اي يساوي لي دلتا في على دي. انا اريد اعرف المجال شو يصير بيه. تمام، فرق الجهد انا اعرفه معلوم عندي ثابت. ليش؟ قايل لي المتسعه متصله بالمصدر. هسه نجي على البعد، هل هو ذاكر لي شيء عن البعد؟ اي عزيز الطالب، هو هنا فوق نقول بنقصان البعد. زين عزيز الطالب، انا اريد اعرف الاي شو يصير بيه. الدلتا في ثابت، تمام، والبعد قاعد يقل عندي. هسه هنا ركز معايا، شوف عندي اي يساوي لي دلتا في على دي. تمام، البعد ايش بيه؟ قاعد يقل عندي. الدلتا في هذا ثابت، اذا انا اقدر اسوي علاقه ما بين المجال الكهربائي والبعد. العلاقه شنو ما بين المجال الكهربائي والبعد عزيزي الطالب؟ العلاقه عكسيه. ليش؟ المجال الكهربائي صاير بالبسط والدي صاير بالمقام، اذا العلاقه عكسيه ما بيناتهم. بما ان البعد هو قاعد يقول لي قاعد يقل عندي، اذا المجال الكهربائي راح يزداد عندي. فهمت عزيزي الطالب؟ شوف، مجال كهربائي يزداد لنقصان البعد، لان هو فوق يقول لي بتاثير نقصان البعد
وبثبوت فرق الجهد. فرق الجهد ثابت لأن المتسعة متصلة بالمصدر. زين، الطاقة المختزنة شو يصير بها؟ أعرفها من خلال هذا القانون. الدلتا في أنا أعرفه ثابت، النصف قلنا ما يدخل ضمن الحسابات لأنه ثابت. الكيو ايش بيه عزيز الطالب؟ الكيو قاعد يزداد. زين، بما انه دلتا في ثابت والكيو قاعد يزداد، اذا اقدر اسوي علاقه ما بين البي اي وما بين الكيو. شنو العلاقه بيناتهم؟ العلاقه طرديه، تمام، لان هذا بالبسط وايضا الكيو ايضا بالبسط. بما ان العلاقه طرديه بما معناه اذا الكيو يزداد البي ايضا راح يزداد. تمام، خلينا نجي نشوف الشحنه فوق كانت تزداد، اذا الكيو قاعد يزداد بما معناه بان البي ايضا راح يزداد وبثبوت شنو؟ وبثبوت فرق الجهد. فهمت هسه عزيزي الطالب؟ زين، هسه هذا الخانه مال الجدول راجعه بينك وبين نفسك، تمام، فالدقيقه حتى ورا ناخذ العمود اللي بعده. زين عزيزي الطالب، هسه بعد ما رجعت انت هذا العمود الثاني بينك وبين نفسك، هسه راح نجي نتعرف على العمود الثالث. اذا كان البعد يقل عندي بين صفيحتين المتسعه وقال لي المتسعه مفصوله او تم فصلها عن المصدر، شنو راح يصير للسعه؟ السعه من خلال هذا القانون اعرفها بانه راح يزداد. نفس الشيء سي يساوي لي ابسلون نوت في اي على دي. البعد قاعد يقل، تمام، والمساحة أي هو كل شيء ما ذاكر لي عنه. إذا بما أنه ما ذاكر لي كل شيء عن المساحة أي، إذا راح أعتبره ثابت. إذا الأي ثابت، تمام، والدي إيش بي معلوم. الدي قاعد يقول لي يقل، إذا أقدر أسوي علاقة ما بين سعة المتسعة والبعد. شنو العلاقة بيناتهم؟ عكسية. ليش عكسية؟ السعة بالبسط والدي صاير بالمقام. بما أنه البعد هو قاعد يقول لي نقصان البعد، إذا هذا يقل، بما معناه إذا السعة راح تزداد لأن العلاقة عكسية بيناتهم. وقلنا الأبسلون نوت ما راح تدخل ضمن الحسابات لأنه قيمته ثابتة. زين؟ زين، الشحنة شنو راح يصير بها؟ الشحنة تبقى ثابتة لأنه هو قايل لي المتسعة مفصولة أو تم فصلها عن البطارية والمصدر. زين، لعد فرق الجهد شو يصير به عزيز الطالب؟ فرق الجهد من خلال هذا القانون سي يساوي كيو على دلتا في. خلينا نجي نشوف. أنا أريد أعرف فرق الجهد شو يصير به، تمام لو لا؟ خلي أكبر لكم يعني. أنا أريد أعرف دلتا في شو يصير به. إيش بقى لي؟ بقى لي السعة وكيو، لازم واحدة منها تكون ثابتة والثانية معلومة. السعة هي المعلومة، أول شيء أنا وجدتها قاعد تزداد، تمام، والكيو ثابتة. ليش ثابتة؟ لأنه هو قايل المتسعة مفصولة أو تم فصلها عن المصدر. إذا بهاي الحالة أقدر أسوي، بما أنه الكيو ثابت، أقدر أسوي بهاي الحالة علاقة ما بين سعة المتسعة وفرق الجهد. شنو العلاقة بيناتهم؟ عكسية. ليش عكسية؟ لأنه السعة بالبسط والدلتا في صاير عندي بالمقام. زين، بما أنه دلتا في أنا اللي أريد أعرف إيش يصير بي، تمام؟ خلينا نشوف السعة. السعة بما أنه قاعد تزداد، إذا نتيجة لذلك فرق الجهد راح يقل عندي. ليش قلنا؟ لأن العلاقة عكسية ما بين السعة وفرق الجهد بثبوت شنو؟ بثبوت الشحنة. قاعد تلاحظ؟ زين، وراه نجي على المجال الكهربائي. المجال الكهربائي شو يصير؟ من خلال هذا القانون عندي دلتا في على دي. الدلتا في هسه أنا اكتشفت بأنه يقل، إذا الدلتا في معلوم. الدلتا في إيش بي؟ قاعد يقل. زين، البعد إيش بي؟ أيضا البسط أنا هنا يقل هو تأثير والمقام نقصان يقل. البعد، إذا أيضا البعد قاعد يقل عندي. فإذا عندي الدلتا في يقل وعندي دي يقل، إذا بما معناه إي يساوي، إذا المجال الكهربائي إيش بي؟ أيضا راح يبقى عندي إذا ثابت. الإي راح يبقى وهذا ثابت. الشيء احنا ذاكرينه في ملاحظة مسبقا. قاعد تلاحظ عزيزي الطالب؟ قلنا زين أعزائي الطلبة؟
عرفنا هذا همين. هسه نجي على الطاقة المختزنة شو يصير بيها. اكتب هذا القانون P يساوي نصف Q في دلتا V. النصف ما يدخل ضمن الحسابات، بقى لي Q في دلتا V. الكيو ثابت لانه قايل لي تم فصلها عن البطارية او المصدر. زين، اذا اقدر بهاي الحالة بما انه الكيو ثابت اذا اقدر اسوي علاقة ما بين الدلتا V والبي اي. شنو العلاقة بيناتهم؟ طردية. ليش؟ البي اي بالبسط والدلتا في ايضا بالبسط وبثبوت الكيو. خلي اشوف الدلتا في ايش قاعد يصير فيه. انا قبل شويه اكتشفت بانه قاعد يقل، بما انه قاعد يقل اذا نتيجه لذلك البي ايضا راح يقل. فهمت عزيز الطالب؟ كملنا ايضا هذا الجدول. زين، هسه وصلنا الى اخر جدول. اخذوا لكم ايضا استراحه قصيره حتى ندرس هذا الجدول ونكمل هاي المحاضره. زين طلاب، هسه بعد ما اخذتوا استراحة ايضا هسه راح نجي ندرس اخر جدول. هالمرة يقول لك تأثير زيادة البعد. بالجدول السابق كان البعد يقل عندي، تمام؟ هسه بهذا الجدول هسه هالمرة بالعكس، البعد قاعد يزداد عندي. يعني شنو قلنا؟ البعد لما يزداد معناته بان البعد ما بين الصفيحتي المتسعة الاي والبي قاعد يزداد، تمام؟ يعني الصفيحة A قاعد تصير بمسافة أبعد من الصفيحة B. وضحت لكم هذا الشيء مسبقا. زين، إذا كانت المتسعة متصلة بالمصدر والبعد قاعد يزداد عندي شنو راح يصير؟ أول شيء للسعة أكتب هذا القانون C يساوي لي أبسلون نوت في أي على B. هو يقول لي البعد قاعد يزداد، تمام؟ إذا الدي معلوم عندي، الدي ايش بي؟ يزداد. خلي اجي اكتبها لكم. شوف عزيز الطالب، سي يساوي لي ابسلون نوت في اي علامة. شوف قلنا الابسلون نوت يعتبر ثابت ما يدخل بالحسابات. هو ايش قاعد يقول لي؟ يقول لي البعد قاعد يزداد عندي. زين، هل هو ذاكر لي شيء عن المساحة؟ ما ذاكر لي كل شيء. اذا هذا ثابت. اذا وانا اريد اعرف سعة المتسعة شو يصير بي. بما ان البعد ثابت والاي ثابت، عفوا، بما ان البعد معلوم الدي والاي ثابت، اذا اقدر اسوي علاقة ما بين سعة المتسعة وما بين البعد. شنو العلاقة ما بين سعة المتسعة والبعد؟ الاحظ بان السعة صايرة بالبسط والبعد بالمقام، اذا العلاقة عكسية ما بيناتهم. بما معناه بما ان البعد قاعد يزداد اذا سعة المتسعة راح تقل عندي. واحد عكس الثاني، لان هذا بالبسط والثاني بالمقام. قاعد تلاحظ عزيز الطالب يقول لك تقل. ليش؟ لان السعة يتناسب لعكسين مع بعض. زين، الشحنة شنو راح يصير بها؟ من خلال هذا القانون اعرف سي يساوي لي كيو على دلتا. السعة انا عرفته بانه قاعد يزداد، تمام؟ وانا اريد اعرف الشحنة شو يصير بها، لازم دلتا في يكون عندي ثابت، وفعلا هو قايل المتسعة متصلة بالمصدر. لما يقول لي متصلة بالمصدر يعني دلتا في ثابت. زين، دلتا في ثابت، اذا اقدر اسوي علاقة ما بين الكيو والسي. شنو العلاقة ما بين الكيو والسي؟ العلاقة طردية لانه السي صاير بالبسط والكيو ايضا صاير بالبسط، تمام؟ قلنا اي شيء ما موجود له مقام معناته مقامه واحد، تمام؟ هسه هذا معناته سعة المتسعة مقامه واحد، يعني السي بالبسط والكيو ايضا بالبسط. زين، الكيو انا اريد اعرف ايش يصير. شو يصير بي؟ من خلال شنو راح اعرفه؟ من خلال سعة المتسعة. سعة المتسعة قاعد تقل، اذا بما معناه الكيو ايضا راح يقل. قاعد تشوف عزيز الطالب؟ زين، هسه نجي على فرق الجهد، اشوف فرق الجهد شو يصير بي. فرق الجهد ثابت لانه هو قايل المتسعة متصلة بالمصدر. هالمرة نجي على المجال الكهرباء. المجال الكهربائي شو يصير بي؟ اكتب هذا القانون دلتا في على بي. دلتا في ثابت عندي لانه المتسعة متصلة بالمصدر، لانه المتسعة متصلة بالمصدر، تمام؟ ودي البعد هو
فوق قلنا تأثير زيادة البعد، يعني شنو؟ البعد قاعد يزداد. تمام؟ زين. الدلتا في ثابت والبعد يزداد. تمام؟ إذا أقدر أسوي علاقة ما بين المجال الكهربائي والبعد دي. العلاقة شنو بيناتهم؟ عكسية. ليش عكسية؟ البعد دي صاير بالمقام والمجال الكهربائي صاير عندي بالبسط. وبما أنه البعد قاعد يزداد إذا المجال الكهربائي راح يقل. ليش؟ العلاقة عكسية بيناتهم. تمام؟ الطاقة المختزنة شنو راح يصير بي؟ أكتب هذا القانون. هذا قلنا النصف ما يدخل بالحسابات لأنه الدلتا في ثابت. الكيو شنو صار بي؟ الكيو اكتشفنا بأنه قاعد يقل. تمام ولا لا؟ بما أن الكيو قاعد يقل، تمام، إذا نتيجة لذلك البي إي أيضا راح يقل. ليش؟ العلاقة طردية بيناتهم بثبوت فرق الجهد. زين عزيزي الطالب، هذا همين عرفنا. كملنا هاي الجدول. هسه نجي هالمرة نتعرف إذا كان البعد يزداد عندي وكانت المتسعة مفصولة أو تم فصلها عن المصدر، شنو راح يصير لسعة المتسعة؟ نفس الحالة من خلال هذا القانون سعة المتسعة راح تكون. تمام؟ الشحنة شنو راح يصير بها؟ الشحنة راح تبقى ثابتة لأنه هو قايل لي المتسعة تم فصلها عن المصدر. فرق الجهد شنو راح يصير به؟ من خلال هذا القانون كيو على دلتا بي. الكيو ثابت. تمام؟ الكيو ثابت. تمام؟ لأنه هو قايل لي المتسعة تم فصلها عن المصدر. تمام ولا لا؟ والدلتا في ايش بيه عزيز الطالب؟ هو أنا أريد أعرف ايش بيه. فقال السي ايش بيه؟ السي قاعد يقل عندي في الحالة الأولى اكتشفتها. زين، بما أنه السي قاعد يقل إذا دلتا في راح يزداد، فرق الجهد راح يزداد. ليش؟ لأن العلاقة عكسية ما بين السي وما بين الدلتا في. ليش عكسية؟ السي صاير بالبسط والدلتا في صاير عندي بالمقام. عزيز الطالب، زين. المجال الكهربائي من خلال هذا القانون دلتا في على الدلتا في قبل شوية اكتشفت بأنه قاعد يزداد. تمام؟ الدلتا في يزداد والبعد هو فوق قايل لتأثير زيادة البعد، إذا أيضا البعد قاعد يزداد. إي يساوي لي زيادة على زيادة. إذا دلتا في يزداد والبعد أيضا قاعد يزداد، يعني الدلتا في قاعد يزداد. تمام؟ والبعد أيضا قاعد يزداد. هو قايل لي تأثير زيادة البعد. احنا واخذين ملاحظة، خلينا نرجع عليه حتى أذكرك بيه. في المجال الكهربائي قلنا لاحظ إذا كان فرق الجهد يزاد أو يزداد والبعد زاد أو يزداد عندها إي أيضا راح يكون عندي ثابت. يعني قلنا إي يساوي لي زادة على زادة، أيضا الإي راح يبقى لي ثابت. تمام ولا لا؟ احنا أيضا ماخذين هاي الملاحظة. إذا الإي راح يبقى ثابت لأن فرق الجهد يزداد والبعد أيضا يزداد، إذا المجال الكهربائي يبقى لي ثابت. الطاقة المختزنة شو يصير بي؟ الطاقة المختزنة من خلال هذا القانون أنا أعرف بأن الكيو ثابت لأنه قايل المتسعة مفصولة. تمام؟ والدلتا في إيش بي؟ عرفتها يزداد. إذا أقدر أسوي علاقة ما بين الدلتا في والبي. شنو العلاقة بيناتهم؟ راح تكون طردية. بما أن الدلتا في قاعد يزداد عندي إذا بالنتيجة البي أيضا راح يزداد عندي. فهمت عزيزي الطالب؟ قاعد تشوف تلاحظ بأن أنا قمت أسرع بالشرح لأنه كله صار مكرر عزيزي الطالب. تمام؟ فما يحتاج أن نستغرق وناخذ وقت مطول للشرح. هسه وضحت عندك عزيزي الطالب. أهم شيء بالجداول، الجداول كلها فهم، فقط الشغل عليك أن تعرف تحفظها دي. إذا كانت المتسعة متصلة بالمصدر دلتا في هو ثابت، أما إذا كانت المتسعة تم فصلها أو مفصولة عن المصدر الشحنة هي الثابتة. زين؟ الجداول كلها فهم مو حفظ. وأيضا وهذا الورقة أيضا تحفظها
بعد ما تفهمها وخلاص. زين، إن شاء الله بالمحاضرة القادمة راح نبتدي ناخذ أمثلة نطبق بها على الأسئلة الفكرية. تمام؟ هسه حاليا إذا أنت ضبطت هذين الأمثلة بشكل مضبوط، أنت حوالي 90 إلى 95% من الأسئلة الفكرية ضبطتها. راح يبقى نوع من الأسئلة الفكرية، تمام، راح أشرح لك إياها أثناء ما أني أنطيك الأمثلة. بالأمثلة راح أوضح لك الفكرة مالته. تمام عزيزي الطالب؟ فهسه المطلوب منكم لأنه هاي الملاحظات زين تدرسوها وتضبطوها بشكل جدا جيد. تمام، تفتهموها مو تحفظون، تفتهمون فقط. الورقة الأولى تفتهمها زين وراها تحفظها. أما بقى الجداول كلها فهم، الجداول كلها فهم، ما مطلوب منك أن تحفظ، فقط القوانين فيها تحفظ. زين، إذا إلى هنا راح أنهي معاكم هاي المحاضرة، ونلتقي في محاضرات أخرى. مع السلامة.